السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ عساكم بخير يا رب. ان شاء الله هنبدأ بقى مع بعض في مادة الباثولوجي. اللي فات كان نصايح في الترم عموما، وان انا افهمكم الدنيا ماشية ازاي والنظام وازاي تنظموا وقتكم وتذاكروا. ده بقى اول فيديو رسمي في شرح الباثولوجي ان شاء الله. تمام. للي ما يعرفنيش، انا دكتور ميديك ويزي اللي شرح لكم البيهيفير في الترم الاول. تمام. ان شاء الله هكون معاكم في الترم ده ضمن الباكج اللي نزل لكم واللي انا قلت لكم عنه في الفيديو اللي فات، واللي هو عامل لكم كل المواد كده على بعضها بحيث انت تريح دماغك. انا بدخل اسمع شرح واستمتع واجيب درجات بفضل الله كويسه ومريح دماغي بقى. والاسعار يعني زي ما قلنا لحد يعني حاجات رمزيه وبسيطه جدا مقارنه باللي بره، لان احنا طبعا في الدنيا وفاهمين الظروف والاحوال عامله ازاي يعني. فربنا يعيننا جميعا يا رب. فاحنا هنبدا بس إيه الفيديو ده برضو يعني ده البدايه الرسميه. بس خليني كده اقول لكم على شويه حاجات. احنا قلنا هنشرح ان شاء الله ايه الباثولوجي. تمام. قلنا الباثولوجي دي باثوس يعني ايه؟ يعني سفرنج. واولوجي يعني علم. ايه بقى مادة الباثولوجي دي؟ فهمني كده يا دكتور يعني. والله يا ابني مادة الباثولوجي دي ميكروسكوب. هحاول ارسم لكم كده ايه ميكروسكوب. تمام. وفي حاجة هنا طالعة كده طبق. ماشي. و نجيب اللون ده. وفي شريحة وعليها حاجة وانا ببص عليها. اه يا دكتور، يعني انت عاوز تقول لنا ان انا بالمعنى البلدي يعني هاخد عينة واصبغها وابص تحت الميكروسكوب واكتب تقرير باللي لقيته؟ اه، هي دي مادة الباثولوجي. يعني يا دكتور علم دراسة المعاناة او علم الامراض، انا هدرس امراض كتيرة ولما اشوف عضو زي الكلية مثلا والاقي ان في حتة في الكلية ماتت وباظت، لما ابص عليها بالعين المجردة اعرف ان الكلية دي بايظة وفيها مرض. اه. ونسمي دي الصورة المكبرة، اللي هو الصورة المكبرة جروس بيكتشر، اللي انا بشوفها بعيني. تمام. ولما اجي اخد نسيج او عينه من الكليه دي واوديها تحت الميكروسكوب وابص عليها تحت الميكروسكوب والاقي خلايا كتير، خلايا خلايا خلايا، والحته الميته اهي مثلا. تمام. الحته الميته اهي ابص تحت الميكروسكوب. وبنسمي دي الميكروسكوبيك بيكتشر. حلو قوي. يعني هنشوف الاورجن من بره، وده اللي بنسميه في العمل بتاع الباثولوجي ده جار. ايه الجار ده؟ الجار ده هتلاقوه في المتحف بتاع الباثولوجي في الكليه، هتلاقيه جايب لك قلب وحاططه لك في ميه كده. تمام. خلينا نرسمه بايه بلون تاني. وعامل لك القلب كده ايه، مش طبعا مش هنرسم القلب كده بقى. احنا مش على الكوبري بنحب وبنلفلفه وكده، لا القلب بترسم كده. بترسم ايه؟ اربع صمامات كده. تمام. طيب. ده القلب اهو. هتلاقي بقى الجار البرطمان اللي فيه ميه ومحطوط فيه القلب ده، هتلاقي القلب ده مثلا لونه بهتان، لونه باهت، في حته بايظه. فانا لما بشوف الصوره دي بشخص المرض، وتحت الميكروسكوب اول ما اشوف الشريحه برضه هشخص المرض. ده الباثولوجي يا جماعه. الباثولوجي والله العظيم علم ممتع قوي. تمام. علم ممتع على حسب اللي هيشرحه لك، وهيخليك تحمد ربنا انك ما عندكش كل الامراض دي، وهتحس بجد انك بدأت تكون دكتور. هتعرف يعني ايه مرض. ماشي. بيحصل ازاي. اعراضه ايه. ولو ان اعراضه دي بتاعت البطنة والجراحة.
والاطفال كمان. الاعراض، تمام. إيه هتعرف تشخيصه؟ تشخيصه دي برضو بطنه وجراحه واطفال. علاجه دي ان شاء الله تاخدها في ماده الفارما في الادويه، لكن احنا هنعرف هو بيحصل ازاي وايه اسبابه. وهديك برضه هنتات بسيطة العيان ممكن يجي لي يشتكي من ايه، وممكن لو انا هفكر وعالجه ازاي. وبعون الله هقول لك معلومات، عاوزك كده تبقى تسأل الدكاترة اللي بيشرحوا لك في السكشن، قول لها كده يا دكتورة بعد اذنك هي المعلومة دي ايه، هتقول لك مش عارفاها. لو انت بقى حابب ان انت تبقى واد جامد بقى وتتفزلك على الدكاترة الكبيرة كمان وتوقفهم في اسئلة، ده معناه ان انت فاهم. هقول لك ان شاء الله تعمل الموضوع ده ازاي، واقول لك الدكاتره عارفين ايه ومش عارفين ايه. وهقول لك على حاجات كده بقى روح اسال الدكاتره فيها، وتعالى يا عم قول لي الدكاتره قالوا لك ايه. تمام. فان شاء الله ان شاء الله ماده الباثولوجي ماده ممتعه، هندرس فيها الامراض الكتيره تحصل ازاي، وازاي الخلايا ممكن تموت، والالتهاب اللي بيحصل، ورده الفعل الدفاعيه والمناعيه بتحصل ازاي. كل الكلام ده هندرسه في ماده الباثولوجي ان شاء الله. فهتلاقوها ماده ممتعه، لكن تفاصيلها كتيره وتقيله، فلازم تتفهم. ما تفوتش حرف الا لما تفهمه في الماده دي، والا هتيجي في الاخر زي كل الطلبه اللي بتشتكي: ايه يا ابني ده ماده الباثولوجي دي صعبه، ده انا مش عارف احفظها. لا، انت ما فهمتهاش. لذلك انا جاي لك علشان افهمها لك واعلمك تحفظ بسرعه وتذاكر بذكاء وتحل وتجيب درجات كويسه ان شاء الله. وزي ما قلت لك ان يلزمك مدرس، وده دوري، علشان الكليه تبقى زي الثانويه، ما تحسش ان دي حاجه ودي حاجه وتقعد تقول ايام ما كنت شاطر في الثانويه. لا يا عم، ان شاء الله هتبقى شاطر في الكليه كمان ان شاء الله. تمام. حلو قوي. هنتكلم بقى على ايه دلوقتي؟ والله الخليه، ودي النواه. تمام. قال لك الخليه دي زيها زي الكائن الحي. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. اللي حضرني في شرح الهيستولوجي في الترم اللي فات هيبقى عارف الجملة دي، لأن الجملة دي أنا دايما بقولها: بتاكل وبتشرب وبتتنفس وبتدخل الحمام. ايه ده يا دكتور بجد؟ اه والله. تدخل الحمام وتعمل فضلات. بالظبط. يعني محتاجة تاكل، محتاجة تشرب، محتاجة تتغذى، تتنفس أكسجين. ولو انت منعت كل ده عنها هتتضايق وممكن تموت. ولو ما ماتتش هتبقى مصابة، زي إصابة الملاعب كده بتاعت لعيبة الكورة كده. تمام. زائد إن الخلية عاملة زي المراية. أكيد الجسم مش هيسكت لو لقى بهدلة وحاجات من دي، ما بتاكلش ما بتشربش ما بتتنفس. أكيد الجسم هيكون له رد فعل، بنسميه ردة فعل الجسم، اللي هو الرياكشن. الرياكشن بتاع الخلية دي إيه؟ لما أمنع عنها الأكسجين أو الشرب، الووتر، او الاكل اللي هو النيوتريشن، التغذيه. تمام. او الميتابولايتس، الفضلات اللي محتاج اشيلها من الخليه وانضفها من الخليه لو ما اتنضفتش وفضلت موجوده في الخليه. ايه ردة فعل الجسم؟ وهل الخلايا ممكن تكون مصابة ولا الموضوع هيبقى قوي جدا وتموت؟ يعني مثلا لو انا منعت الاكسجين ده عن الخلية دقيقتين هتكون مصابة، 5 دقايق هتحاول تتكيف، ها يا عم هحاول اتأقلم، بدل ما كنت باخد مصروف 100 جنيه لا هاخد 50 جنيه بس واحاول اعيش نفسي. لكن اكتر من كده لا، معلش انا هتحول من مصابة هموت بقى، هتضايق واموت او هنتحر. تمام. فما تعصبونيش بعد اذنكم. هي دي الخليه. حلو قوي. يبقى دي كانت اول حاجه بنتكلم فيها، ان هي زيها زي مين؟ ان الخليه زيها زي الكائن الحي. هو اصلا يا جماعه يعني هي الخليه اصلا وحده بناء الكائن الحي. الخليه تدي ايه؟ تدي نسيج، والنسيج يكون عضو، والعضو يكون سيستم اللي هو جهاز، والاجهزه مع بعضها تكون ايه؟ تكون الجسم. فمن الاستراكشرال والفانكشنال يونت بتاعت الهيومن بادي هي الخليه. الهيستولوجي اهو. فاحنا يعني نسترجع بس معلومات الهيستولوجي كده سريعا علشان الدنيا تبقى ايه؟ تبقى ماشيه معانا حلو. الله يبارك لكم. تمام.
طب يا دكتور بما انك ذكرت الهيستولوجي كده، هي فايدة الهيستولوجي ايه؟ بص يا ابني، كان في دعابة كده كنا دايما نقولها. ايه الدعابة دي؟ اللي هو مثلا هتلاقي العيان جاي لك العيادة يقول لك: الحق يا دكتور، ده انا الخلية بتاعتي ما فيهاش ميتوكوندريا. هو في حاجة اسمها كده؟ هو في العادي ما فيش حاجة اسمها كده، بس والله في الطب في حاجة اسمها كده. ما انت لما تعرف الميتوكوندريا دي وظيفتها ايه وبتعمل ايه، ولو باظت هيحصل ضرر عندي ازاي، هتفهم معنى الكلمة والجملة والمرض ده. فانا يعني لما اعرف خطورة المضاعفات وجهة نظري هتتغير عن المرض. تمام، عشان الناس اللي بتقول لك هو فايدة اللي انا بدرسه ايه. تمام، حلو قوي. فاللي احنا بندرسه ده اللي هو العلم الاكاديمي، ده اللي بعد كده هيفهمني الكلينيكال. بمعنى ايه؟ وانا لما ادرس ماده زي الباثولوجي واعرف ان القلب فيه مشكله، واجي بعد كده في البطنه او الاطفال او في الجراحه في سنه رابعه ولا في سنه خمسه، واعرف ان العيان ده هو قلبه وجعه في مشاكل، وحاطط ايده على قلبه وبيقول: اه يا قلبي، اه يا قلبي، قلبي وجعني، في ذبحه صدريه وفي. ما الاعراض دي بتاعت البطنه دي مش هفهمها الا اذا فهمت المرض بيحصل ازاي بسبب الباثولوجي. عرفت بقى فايده الباثولوجي ايه؟ فلو فهمت باثولوجي هتفهم امراض في سنه تانية وفي سنه تالتة. لما تفهم الجنرال باثولوجي هتفهم بعد كده السيستميك باثولوجي. ايه السيستميك دي؟ بتاعت كل سيستم. تمام، يعني السي ان اس لما تعرف الامراض بتاعت المخ، السي في اس لما تعرف الامراض بتاعت القلب، الغدد الاندوكراين، الكلى. تمام، الكلى، في كلى اهي مثلا، الجهاز التناسلي، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الرئه. هتاخد بقى الامراض بتاعتها بقى، كل ده مش هتفهمه الا اذا فهمت الجنرال باثولوجي بتاعت سنه اولى. لذلك الماده بتاعتنا مهمه. ماشي، طب ايه كمان يا دكتور؟ والله انت قلت لنا فوق ان الخليه زيها زي الكائن الحي، وان هي عامله زي المرايه، وان هي بتحاول تتاقلم الاول، تتكيف على الظروف الصعبه، ولو ما عرفتش بتصاب، تبقى مصابه وممكن تموت. طب تتكيف ازاي يعني؟ طب معلش، ايه ردة الفعل دي؟ هو احنا مش خدنا قبل كده في الفيزياء ان لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة، مضاد له في الاتجاه؟ يا دكتور انت هتشرح فيزياء ولا ايه؟ لا، مش هشرح فيزياء ولا حاجة، بس انا بفهمك ايه معنى كلمة رد الفعل. الخلية هتتكيف وتتأقلم ازاي؟ ايه يعني اللي هيحصل يعني مثلا انا رحت الجيم، تمام، وبدل ما ده دراعي اهو، يعني انا بص خليني اجيب لك واحد تاني. انت اهو، تمام، وده دراعك، ماشي. ايه اللي يخلي العضله تكبر كده؟ اللي هي البايسبس. تمام، اكيد الخلايا بتاعت العضلات تضاعفت، يا زادت في الحجم يا زادت في العدد. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هنا مثلا كان عندي 5 خلايا، خليهم 6. تمام، قدامي حاجه من اتنين: يا نفس ال6، 2، 3، 4، 5، 6، نفس العدد بس زاد في الحجم، صح؟ او ان ال6 دول يبقوا 12، يزيدوا بقى. المهم ان العضله هتكبر معايا، فده تكيف. تمام. طب ما ممكن زي مثلا الواحده اللي بترضع، البريست واللبن اهو، ماشي، ده اثناء الرضاعه. طب ما تسمعش اللفظ ده؟ يقول لك الواحده صدرها بينشف اول ما بتفطم العيل.
الصدر لما بينشف يعني ما بقاش في لبن، وبدل ما كان حجمه كبير بيرجع حجمه يقل، حجمه بيقل، ده بنسميه اتروفي. سيبك من المصطلحات هشرحها لك في وقتها، لكن انا بعلمك يعني ايه تكيف. يا الحاجه تزيد في الحجم او تزيد في العدد، تقل في الحجم تقل في العدد. يعني هنا مثلا لو كان عندي 10 خلايا بقوا 5، او نفس العشرة بس بدل ما كانوا كبار قلوا. تمام، فده التكيف. ممكن حجمها يزيد، عددها يزيد. ازاي يحصل السرطان؟ ما السرطان انقسام مش عارف اسيطر عليه. زياده في الحجم وزياده في العدد والخلايا بتتجنن وتنقسم، سرطان اهو. تمام، ماشي. ممكن بقى ايه اعرف ازاي الخليه ممكن شكلها يتغير؟ يعني انا في العادي كنت بلاقي الخليه مثلا ادي النواه، ودي الميتوكوندريا مثلا، ده اللايزوزوم، ده الار اي ار، ودي جولجي مثلا، والسيتوبلازم اهو. في العادي ممكن شكل الخليه يتغير، ممكن شكلها يتغير، ماشي. ممكن وظائفها تتغير. بتحاول بقى تواكب الظروف الصعبه والحاجات دي، ماشي. وكل ده بتاع الباثولوجي قدر يعرفه من خلال فرجته عليها تحت الميكروسكوب بعد ما صبغها وخد العينه. ودي اول حاجه انا قلتها لكم. تمام، عرف بقى ان شكل الخلايا اتغير فسموا ده المرض الفلاني، اللي اكتشفوا عالم فسموه على اسمه مثلا. الوظائف بتاعتها اتغيرت، والله الوظائف الطبيعيه كانت ايه كذا، طب لما اتغيرت ايه اللي حصل؟ حصل كذا. فده بقى ازاي بيحصل المرض وتاثيره ايه على الخلايا والحاجات دي، كل ده هناخدها. بعد كده هناخد حاجه كمان، هنعرف ان في خلايا بتشكل جهاز امن دوله ودفاع ضد اي احتلال. تمام، وازاي بيتدربوا، ماشي، وينادوا على بعض لما يبقى في مشكله ولا حاجه بتهاجم الجسم، ولو لقوا مثلا صهيوني داخل الجسم. ومين بقى اللي بيبقى معاه المسدسات؟ تمام، ومين اللي بيصوت وينادي زي هدرس كده في مسلسل الكبير قوي، يا اهل البلد؟ مين اللي هيصوت ويلم الدنيا؟ تمام، ومين اللي هيطلع على الحدود علشان يحمينا واحنا بايتين في سرايرنا؟ مين اللي هيطلع على الحدود ويدافع عننا ويضحي بنفسه؟ تمام، وازاي هتتم المعركة لو انا عندي بكتيريا اهي، اهي بكتيريا اهي، ماشي، وانا ده جهاز الدفاع بتاعي اهو، ماسكين المسدسات وبيضربوا طلق عليها اهو. المعركة دي هتحصل ازاي والخسائر ومين اللي بيموت؟ تمام، هناخد كل الحاجات دي، ماشي. زي ما قلنا الخلايا اللي بتتكاثر والكلام ده قلنا ممكن تعمل سرطان. هناخد انواع السرطان وازاي بيحصل سرطان. ومثلا لو واحد ايديه اتجرحت، مثلا الندبة، السكار، الندبة اللي بتبقى في ايديه دي، تمام، هنعرف بتتكون ازاي. ازاي الخلية بتقدر تتكيف مع التغيرات المناخية المختلفة، لما تروح الجيم، لما تعمل ريجيم، لما تخلف وتملى البيت عيال. بالظبط زي ما تكون يعني الخلايا ممكن تتكاثر، ممكن تتحد مع بعضها، لان الاتحاد قوة ضد العدو، فاكيد هنا هتتحد مع بعضها وعددها هيزيد عشان تعرف تهاجم. وفي بقى اللي هم جهاز امن الدولة، في اللي بتدربه، في اللي ماسك مسدس، في اللي بيصوت، في اللي بيطلع على الحدود. تمام، طيب. فتحسوا كده يا جماعة ان الموضوع بسيط وممتع. تمام، الطالب لو استمتع هيحب المادة وهيقعد يذاكرها وهيقعد عليها عدد ساعات طويلة وهيسبق الكلية كمان لأنه حاببها، وهيلحق يراجع ويحل ويرفه ويعيش حياته، بدل ما هو دايما مزنوق ومش لاحق يخلص ولا عارف يخرج ولا عارف يعيش حياته. فيا رب يا جماعة نعدل مفهومنا عن الطب ونعرف ازاي نتعامل معاه صح،
علشان الدنيا تظبط معانا. لان والله العظيم لو اتظبطت معاك مره هتعرف تظبطها كل مره، وانا هساعدكم في ده، اوعدكم ان انا هساعدكم في ده دور ان شاء الله. وانا عاوز الحقكم قبل ما تفقدوا الثقه في نفسكم وتتهزوا من جوه وتحبطوا وتحسوا انكم مش قد المكان ده يا رجاله. تمام؟ لا، انتوا قد المكان ده، واللي يقول لك غير كده سيبك منه. انت راجل جايب فوق ال 90%، دخلت اعلى كليه، اعلى شهاده. فمعلش مش شويه معلومات يعني اللي هيكرهوك في عيشتك ويجيبوا لك اكتئاب. لا يا جماعه، احنا لازم نكون اقوى من كده، نتعلم، نذاكر، نتقي ربنا، نقعد على الكتاب، نسمع شرح نضيف. لذلك انا جاي لك بالباكج ده وبقول لك ده لقطه، ده فرصه. يا ريت انا وانا مكانك، يا ريت كنت الاقي حاجات زي دي متجهزه لي، كنت هشترك فيها وانا مغمض. حد يلاقي يا ابني اللي يشيل عنه في الزمن ده. والله بجد انا بكلمكم زي اخواتي، كاننا قاعدين على المصطبه يعني. تمام؟ فيا رب اكون عدلت مفهومكم عن الطب. واثناء بقى واحنا بنشرح وبنستمتع بالماده، يعني يا ريت الماده دي كانت يعني على ارض الواقع، عشان تبقى الطلبه كده قاعده قدامي واسالكم بقى اسئله ذكاء بقى في الباثولوجي، ويبدا يبان لي كده منكم مين اللي هيكون ان شاء الله باثولوجيست. ايه باثولوجيستك ده يا دكتور؟ لا يا حبيبي، مش باثولوجيستك، ده باثولوجيست اللي هو الراجل بتاع الباثولوجي اللي بيتخصص باثولوجي. اللي هو الباثولوجي ده بينقسم ليه هيستو باثولوجي وكلينيكال باثولوجي. ايه كلينيكال ده يا دكتور؟ كلينيكال ده ليه علاقه بالعيانين والمرضى، هيستو ده ليه علاقه بالشرايح والنسبغها وابص عليها تحت الميكروسكوب. والتخصص ده ممتاز جدا في امريكا. تمام؟ يعني الموضوع ده في امريكا جميل وفلوسه حلوه. فالجدع يا ابني، عشان مش هنفضل طول حياتنا فقراء. واحد بيقول لي، يعني واحد والله الجمله عجبتني قوي، بيقول لي يا دكتور انا مش عاوز اكون غني. فانا استغربت. قال لي انا عاوز اكون ثري. ثري. فقلت كده الكلام يعني اتعدل شويه. فمش هنفضل طول حياتنا فقراء. الرسول كان بيقول اعوذ بك من الكفر والفقر. الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام. فالفقر مش حاجه حلوه. لا، انت بشهادتك دي انت ممكن بعد كده تبقى والله العظيم معاك والفلوس جايه، الفلوس جايه. بس دي في مرحله ان انت تجتهد. الاقي واحد طالع يقول لي والله يا دكتور انا لا غاوي طب ولا حاجه، انا اتعرض عليا عرض ابقى دكتور في 5 سنين، ارفض؟ لا، ما ارفضش طبعا. فوالله بجد هم 5 سنين هيعدوا، هنحاول نهونهم على بعض. ايه شرح كويس، حل، على الاقل تبقى ضمنت السؤال عن عمره فيما افناه. تمام يا شباب؟ يعني انا تقريبا طبعا انا قلت لكم تحاولوا تظبطوا علاقتكم بربنا. تمام؟ وتحفظوا قرآن وتحافظوا على قيام الليل. يعني ما تنساش من وسط دراستك دي انك تظبط علاقتك بربنا، لان دي اللي هتظبط لك حياتك. طيب، حاجة أخيرة بقى، اللي هي ايه؟ الدخلة بتاعت الباثولوجي بقى، المسلسل اللي هنعرضه لحضرتك حلقة حلقة كده علشان تستمتع بيه قبل ما نبدأ بقى في الشرح الفعلي بقى. فخلينا كده نقولها سريعا ونختم الفيديو ده النهارده. انا قلت لكم دي خلية ودي النواة، صح؟ خلينا اجيب اللون الاحمر. طبعا عندنا الوانات كتيره وهدلعك، بص مش هخلي نفسك في حاجه، هدلعك الوانات وماركر وان شاء الله يعني. دي الخليه حصل لها اصابه. عارف انت لعبه اللي هي ازاي تخنق جارك؟ اللي هي اللعبه دي يا شباب، يعني انا حاولت اجيب لكم الصوره اهو علشان ايه تتخيلوا معايا. فهو ده بالظبط اللي احنا هنتكلم فيه، ازاي تخنق جارك. اللي هو الواد اللي هو التاني ده ابو مناخير ده كان بيقعد يعمل مقالب في جاره ويخليه يتعصب ويكسب في الاخر اللعبه ويوصل للمرحله الاخيره. هو ده اللي احنا هنعمله. انا لو عاوز اضايق الخليه دي واخنقها، والله امنع عنها التغذيه، امنع عنها الاكل والشرب، امنع عنها الاكسجين، عرضها لاشعاع، عرضها لحراره جامده، لبرد شديد، اخبطها خبطه قويه، دردق عليها ميه نار سموم. تمام؟ المهم ان هي هتصاب. هي هتحاول تتكيف الاول، ماشي، هتحاول تتكيف وتتأقلم، ماشي. بس لو ما قدرتش هتصاب، انجري.
طيب والله الإصابة دي على حسب، هل هي قوية كفاية إن هي تموت الخلية؟ لو موتت الخلية ماتت خلاص، بنسمي ده نيكروزس. ماشي. طب لو الإصابة دي بسيطة ضعيفة، يعني ما موتتش الخلية، ممكن تدخلني في التهاب، رد فعل الجسم، انفلاميشن. تمام. طبعا انا اعتقد ان انتم مسرعيني دلوقتي على 1.5 ولا 2، مخليني راب يعني، مش مشكلة. طيب انا دلوقتي يعني لو الاصابة دي بسيطة ولا قوية جدا؟ تمام. فلو قوية جدا هتموت الخلية، لو بسيطة جسم الفعل هيحاول يلم الموضوع ويعدل الدنيا كل ده علشان يحصل ريبير في الآخر، والجزء اللي اتصاب ده يرجع طبيعي تاني. يبقى امتى ده هيحصل ويحصل ريبير؟ لو رد الفعل والالتهاب ده نجح في التخلص من الضرر الواقع على الخلية. ماشي. طيب ولو ما نجحش، دايما الرد الفعل المناعي ده بيبقى في ساعتها اكيوت، حاد ومفاجئ. طب ولو ما نجحش بيقلب مزمن بقى على المدى الطويل، كرونيك، ودي حاجة بنسميها جرانيولوما. تلاقي بقى ماكروفاج ونيوتروفيل والجيش الدفاعي والمناعي بقى جاي وقعد وعسكر تمام، بيبقى التهاب مزمن. فالالتهاب الحاد انا بحاول اتصرف بسرعه واحل الموضوع. لو نجحت فغالبا هيحصل ريبير والتيشو هيرجع سليم والخليه هترجع سليمه. طيب لو ما نجحتش، الحاجه الحاده هتقلب مزمنه. تمام. طب وانا هنا الخليه البلعميه والخلايا الاكوله هتاكل البكتيريا او الفيروس او الحاجه الوحشه اللي عملت اصابه للخليه دي هتاكل. طيب ويحصل ريبير وخلاص الدنيا رجعت سليمه. طب لو ما نجحتش يبقى انا كده الجيش المناعه مش عارف يسيطر على الحته المصابه. يعني انا عندي حته ارض ودي حته مصابه، ياكل الحاجه الوحشه دي يعمل ايه؟ يعمل حصار يا باشا بالجيش، حاصر الدنيا. تمام، حاصر الدنيا، حصار، حوطها علشان ما تعديش اللي حواليها وما تنتشرش مع اللي حواليها. فدي ايه؟ هتحوط. يبقى لو نجحت فهي هتاكل، لو ما نجحتش هتحوط يا باشا. تمام، عشان ما تنتشرش. طب لو ما عرفتش اتصرف والالتهاب المزمن ده طول، خلاص يبقى كده غالبا البكتيريا بتودع والجيش مش عارف يصد العدوان والاحتلال ده، فغالبا الخلية برضك ايه؟ هتموت. ماشي. خلاص انا كده فهمت الدنيا. هو ده بالظبط المسلسل اللي انا عاوز اعرضه لك. اول شابتر احنا هناخده هو السيل انجري، اصابة الخلية. وقلت لك ان هي قبل ما تصاب بتحاول تتكيف الاول، اللي هو بنسميه الايه؟ الادابتيشن. بس في كتابك حط لك شابتر الادابتيشن ده الشابتر رقم 5 ولا 6، فخلينا هنشرحه في ميعاده، او هقول لك عليه هنت بسيط في بدايه شرحنا بقى الفيديو الجاي. تمام. وبعد كده ايه نبقى نشرحه بالكامل وبالتفصيل في وقته ان شاء الله في الشابتر رقم 5. يبقى هي في البدايه بتحاول تتاقلم وتتكيف. انا كنت باخد مصروفي 100 جنيه، بقيت اخد 50 جنيه، هحاول اتكيف مع الدنيا دي. طب دلوقتي في غلاء اسعار والدنيا بايظه، خلاص هأصاب بقى، اعمل ايه؟ خلاص انا حاولت اتكيف على قد ما اقدر ورضينا بالهم والهم مش راضي بينا. اكتر من كده لا معلش سامحني بقى انا هأصاب. يبقى في الانجري. ماشي. طيب السيل انجري اللي هو بنسميه الديجنريشن. لا معلش ده الماركر، خلينا نجيب القلم. اللي هو الديجنريشن، يبقى ده اللي هو ايه؟ الشابتر الاولاني. ماشي. بعد كده هناخد لو الخلية ماتت، نيكروزس.
وفي برضه مصطلح تاني عشان لو انت سمعته اسمه الابوبتوزيس. ما هو انا عايز اقول لك على حاجه، في فرق ما بين ان الخليه تموت جنائي وان الخليه تموت قضاء وقدر. جنائي ده يعني بكتيريا قتلتها، فيروس، بلوى مسيحه اثرت عليها. لكن قضاء وقدر اللي هو سنه الحياه، سنه الحياه العاديه، ان في الحياه في اطفال بتتولد وفي ناس بتموت. هو ده الابوبتوزيس، خليه خلصت وظيفتها وكبرت وعجزت ماتت. فالابوبتوزيس ده بيبقى حاجه بسيطه وما فيهوش التهاب ولا جسمك بيسخن ولا بيشتكي ولا اي حاجه. لكن نكروزيس ده لا، ده اتخطفت يا باشا، الخليه اتخطفت. ده كان شاب في العشرينات واتخطف، تمام، زي ابن عمتي كده، ربنا يرحمه يا رب ويحسن اليه. فالراجل العجوز لما بيموت ما بنزعلش عليه قوي، لكن اللي اتخطف واتقتل بسكينه ولا مات جنائي ده لا، ده بنزعل عليه. والزعيل عليه ده اللي هو الالتهاب، اعراض الالتهاب والصويت والجيش والحاجات دي كلها. لكن القضاء والقدر لا، ما فيش التهاب. يبقى ايه، تاني احنا بنتكلم ان الخليه حصل لها اصابه. لو الاصابه دي قويه ممكن تموت، ده شابتر النيكروزس. طب لو بسيطه ماشي، هتعمل ديجنريشن، اصابه، وبعد كده هلاقي رد فعل الانفلاميشن، الاكيوت انفلاميشن. وده اللي ممكن يدخلني بعد كده ان الجسم يرجع سليم لو عرفت احافظ على الدنيا وامنع الاصابه دي واشيل الحاجه اللي عامله الاصابه دي وادخل في ايه، في ريبير، شابتر الريبير. طب لو ما عرفتش، الحاجه الحاده بتقلب مزمنه، الالتهاب الحاد يقلب بالتهاب مزمن اللي هو شابتر الجرانيولوما. شابتر الجرانيولوما ده اطول شابتر في المنهج، بس ده تاني اهم شابتر. امال اهم شابتر في المنهج هو ايه؟ السرطانات، الورم، تمام، هناخده ان شاء الله. يبقى هو اللي بالتهاب الحاد، لو حفظت ولحقت الدنيا ريبير، ما عرفتش الحق الدنيا جرانيولوما. والجرانيولوما ممكن تدخلني برضو في نيكروزس، وفي حاجه تانية اسمها الايه، الابوبتوزس. وبعد كده قلنا برضو ايه، احنا قلنا الادابتيشن صح، قلنا ان احنا هناخد شابتر الادابتيشن. في بعد كده النيوبليزيا، او اللي هو النيوبليجيا. في ناس تقول عنه نيوبليزيا وفي ناس تقول عليه نيوبليجيا. بصوا يا جماعه، في قواعد في الطب انا عاوز اقولها لكم عشان نبقى على نور بس من البدايه. إيه، في قاعدتين: اختلاف الارقام لا يفسد للطب قضيه. ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني مثلا نسبه الهيموجلوبين في الدم مثلا 13%، في مكان تاني في امريكا هم شايفين انها 15. كليه طب طنطا شايفه ان هي 10، تمام. كليه طب المنصوره شايفه ان هي 20. فمش ده اللي هنختلف عليه، يعني طالما ارقام فبيبقى في تفاوتات فيها، فاختلاف الارقام لا يفسد للطب قضيه. تاني حاجه اختلاف النطق عادي برضو. يعني مثلا دي مين، انا كان عندي تراكيه وبرونكاي ودي الرئه، وايه، ودي الرئه الناحيه التانيه. دي بتتنطق تراكيه في البريتش تقريبا، والانجليزي بتتقال تريكيا. فتريكيا، تراكيا، يا عم ما تدقش، المهم ذاكر واحفظ المعلومه وخلاص. طيب دي مين، دي مين ها، هل دي يعني دي تراكيا وتريكيا؟ دي بقى السكابولا اللي هو لوح الكتف، هل دي بتتقال سكابولا ولا سكابولا؟ لا، مفيش حاجه اسمها سكابولا، انا بهزر معاكم. انا بس بعرفك ان الحاجه ممكن تتنطق بكذا نطق. يعني دي سكابولا ماشي تمام، انا بهزر، بس مفيش حاجه اسمها سكابولا. سكابولا دي يا حبيبي وانت قاعد على المصطبه وانت لسه داخل كده في الطب ومش فاهم اي حاجه، تمام. فالاختلاف في النطق عادي. فنيوبليجيا، نيوبليزيا، اي حاجه. شابتر النيوبليزيا. في شابتر اسمه الاختلال او الخلل اللي بيحصل في الدم اللي هو الهيمودايناميك ديس اوردر، تمام. ده برضو شابتر هناخده، وازاي بتتكون جلطه في الوعاء. يعني مثلا لو انا عندي وعاء دموي بيغذي حته معينه مثلا، ايه اللي ممكن يسد الدم اللي داخل ده؟ جلطه، تتكون جلطه في الدم في الشريان اللي بيغذي الحته دي، والحته دي ما تبقاش بتتغذى وتدخل في انجري وديجنريشن
ولو ما لحقتش اعمل الدنيا ممكن تموت وتدخل في نيكروزيس ونفس الموضوع. تمام. فهي حدوته مسلسل يا شباب. تمام. مسلسل وكذا حلقه، وانا عملت لك كده ريفيو سريع عليه كده، ومش عاوز بصراحه اطول عليك اكتر من كده عشان ما احرقلكش الاحداث. تمام. يعني انا كده اديت لكم ريفيو عام عن الباثولوجي ان شاء الله. اتمنى تكونوا فهمتوا الشباتر اللي هتاخدوها ايه، علشان ما تتوهش مني، تبقى عارف انت هتدرس ايه والترتيب مهم ازاي. تمام. يعني اتمنى تكون خدت كده ريفيو وجهة نظر سريعة كده عن المسلسل اللي هنعرضه ده ان شاء الله. بتفرج علينا في رمضان بقى. تمام. فانا مش عاوز احرق لك الاحداث اكتر من كده، وان شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ بقى الايه، الشرح الفعلي بقى، اللي هو ايه اول شابتر هنبدأ نتكلم عنه بإذن الله. تمام يا شباب. اللي عايز يسأل في اي حاجة يسألني. اسمعوا النصايح دي كويس قوي، واسمعوا المقدمة دي كويس قوي. ربنا يوفقكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.